مساء الخير. مؤخرا بيجي لنا أسئلة كتير عن موضوع زراعة الأسنان وفشل الزراعات المنتشرة عند بعض الأطباء وإيه سببه، وهل نقدر نزرع تاني ولا لأ. زراعة الأسنان تقدر تفشل لو في مشاكل من جانب الطبيب أو من جانب المريض. من جانب المريض لو عنده مرض مزمن زي مرض السكر، وده بيسبب لو السكر عالي أعلى، التراكمي أعلى من 9، ده بيسبب فشل الزرع أكيد. عشان كده احنا بننصح كل مرضى السكر إن هو يحاول يعمل كنترول على السكر بحيث إن هو يبقى أقل من 9، وفي الحالة دي يقدر يزرع. لو أكتر من كده ما يحاولش أصلا أو يفكر في عملية الزراعة وتستبدل بالأطقم الكاملة. أحد الأسباب التانية إن يكون المريض هيفي سموكرز جدا وما بيبطلش، وفي نفس الوقت ما بيهتمش تماما بصحة الفم عنده، وبالتالي ده برضه هيأثر فيما بعد لفشل الزرع. من ناحية الأطباء أو مشاكل عند الأطباء، إن ممكن يكون الطبيب أصلا ما اختارش الزرعة الصح أو حطها في المكان الصح اللي فيه عظم كفاية يغطي الزرع. هل يقدر المريض ده يزرع تاني؟ يقدر، بس يضطر يستنى 6 شهور من الفشل الزرعة الأولانية، وبعدها يقدر يجي يشرفنا إن شاء الله ويعمل زراعة ناجحة. واستنونا مع كليدو في مواضيع جديدة. شكرا.